تستغل الأجازة صح. لو الأجازة بتخلص منكم بسرعة ومش بتعملوا فيها أي حاجة مفيدة فالفيديو ده ليكم. هلو بنات، ويلكم تو ماي تشانل يونا. فيديو النهارده هقولكوا على شويه نصايح مفيده جدا للاجازه. لو انتوا حاليا في الاجازه ومش عارفين تعملوا ايه فهديكوا شويه نصايح تستفادوا بيها في الاجازه وتطلعوا من الاجازه وانتوا مستفيدين بحاجات كتيره جدا. فيلا بينا تعالوا اوريكم النصايح بتاعتي اللي ممكن ان انتوا تستفيدوا بيها، ويلا نبدا الفيديو. بصراحة بقى الأجازة يعني من أحلى الأوقات في السنة، لأننا أخيرا بنرتاح من الدراسة والواجبات والضغط، لكن ساعات كتير بنصحى نلاقي الأجازة خلصت من غير ما نكون عملنا أي حاجة مميزة أو حتى استمتعنا بيها بالشكل اللي كنا متخيلينه جدا. يعني علشان كده برضو حبيت أشارككم شوية نصايح ممكن تساعدكم تستغلوا الأجازة وتستمتعوا بيها في نفس الوقت. تمام. وما تنسوش برضو ان الاجازه مش لازم تكون مثاليه قوي، المهم انكم تستفيدوا منها على قد ما تقدروا تعملوا حاجات تفرحكم وتخليكم مبسوطين دايما. فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف مع بعض شويه افكار ونصايح ممكن تخلي اجازتكم احسن واحلى. اول حاجه وهي حطي هدف للاجازه. قبل ما تبدأ الأجازة فكري في حاجة نفسك ان انت تحققيها، مش لازم تكون هدف كبير او صعب، ممكن يكون انك تطوري من نفسك او تتعلمي حاجات جديدة او تهتمي بصحتك اكتر. وجود هدف بيخلي عندك دافع كل يوم ويخليكي تحسي ان وقتك ليه قيمة. تمام. وكمان لما تحققي الهدف ده هتحسي بفخر كبير جدا بنفسك، حتى لو كان هدف بسيط خالص. الاحساس انك التزمتي ووصلتي لحاجة انت كنت عايزاها بيكون جميل جدا. ومع الوقت تكتشفي ان الانجازات الصغيرة اللي هي تعمل اكبر فرق. حاولي تكتبي هدفك في ورقة او في موبايل عشان تفتكريه كل يوم، وافتكري ان الاستمرار اهم من السرعة، حتى لو خطوة صغيرة خالص او خطوة صغيرة من اليوم، يعني من اليوم نفسه. تمام. تاني حاجة وهي اهتمي بنفسك. يعني الاجازة فرصة حلوة جدا انك تهتمي بنفسك من اي وقت تاني. اهتمي ببشرتك وشعرك وصحتك ونومك، لان الحاجات دي كلها بتأثر على نفسيتك وثقتك بنفسك. ومش لازم يكون عندك منتجات كتير او غالية عشان تهتمي بنفسك، يعني بحاجات بسيطة خالص ممكن يكون شكلك احسن من الحاجات اللي بتشتريها غالية. حتى الحاجات البسيطة زي شرب المية او النوم بدري او ترتيب هدومك تعتبر نوع من الاهتمام بالنفس. ومع الوقت تحسي انك مرتاحة اكتر وشكلك مرتب من غير مجهود كبير. يعني شوفوا بقى. وحتى كمان الاهتمام بالنفس مش رفاهية خالص، ده شيء مهم عشان تكوني مرتاحة نفسيا وجسديا. وكل ما اهتميتي بنفسك هتحسي بثقة وطاقة اكبر. تالت حاجة وهي اتعلمي حاجة جديدة. الاجازة افضل وقت تتعلمي فيه حاجة كنت مأجلاها من زمان. ممكن تتعلمي المونتاج او التصميم او الرسم او الطبخ او حتى لغة جديدة زي اللغة الكورية او اليابانية او اللغة الانجليزية اللي احنا متعودين عليها. في البداية ممكن ان انت تحسي الموضوع صعب يعني، لكن كل شخص شاطر دلوقتي كان مبتدئ في يوم من الايام، وكل يوم هتتعلمي حاجة جديدة وهتلاحظي ان مستواكي بيتحسن بالتدريج. ممكن تخصصي وقت بسيط كل يوم للتعليم، حتى لو ربع ساعة بس من يومك بس، ومع مرور الأيام هتتفاجئي بكم الحاجات الجديدة اللي عرفتيها وتعلمتيها. رابع حاجة وهي يعني ابعدي عن المقارنة. من اكتر الحاجات اللي بتضيع متعة الاجازة اننا نقارن نفسنا بالناس طول الوقت. كل شوية ندخل نشوف مين سافر ومين اشترى ومين عنده متابعين اكتر، وفي الاخر بنحس ان حياتنا مش حلوة. الحقيقة ان كل شخص عنده ظروف مختلفة ومشاكل مختلفة. ركزي على نفسك وعلى رحلتك الخاصة وشوفي انت تقدمتي قد ايه بدل ما تبصي لحد تاني. صدقيني بقى بجد هتحسي براحة اكبر من كتير مما انت كنت بتعمليه. افتكري كمان ان السوشيال ميديا بتورينا احلى لحظات الناس بس، عشان كده متحكميش على حياتك من خلال اللي بتشوفيه عند غيرك. يعني مثلا دلوقتي انا بصور لكم وبكون مبسوطه جدا قدام الكاميرا، لكن من ورا الكاميرا انتم ما تعرفوش ظروف غيركم بتبقى ايه. فاكيد السوشيال ميديا بتورينا اجمل لحظات الناس، لكن من ورا الكاميرا لا طبعا. بعد كده خامس حاجه وهي اقربي من ربنا. قربي يعني من ربنا. يعني جماعة بصوا،
يعني الاجازه فرصه جميله انك تحسني يعني علاقتك بربنا. حاولي تحافظي على صلاتك وتقراي قران ولو صفحه واحده كل يوم. الحاجات دي بتدي راحه وسكينه للقلب بشكل كبير جدا. يعني ان انت بس تلتزمي بالصلاه. يعني الاجازه دي فرصه، لو انت مش بتصلي يعني التزمي بالصلاه. انت مثلا اول ما تصحي على طول، يعني دايما بترتبي اوضتك، بعديها تدخلي على الحمام تتوضي وتصلي، هتحسي انك اتعودتي على الحاجه دي وبقيتي يعني اكنها حاجه بقت زي الروتين كده، بتعودي عليه على طول. انا بصراحه كنت بعمل كده، كنت اول ما بصحى بدخل على الحمام على طول اتوضى واصلي، وبعدها بروق اوضتي، مش بروق اوضتي الاول، فاهمين انتوا؟ عشان هي بقت حاجه عاده عندي، يعني بعملها كل يوم كمان. تمام. وكمان لما تقربي من ربنا هتحسي ان عندك طاقه ايجابيه اكتر وصبر اكتر، وده شيء هيأثر على جوانب حياتك مش بس في الاجازه. اوكي. وحاولي كمان يعني تكسري من الدعاء وتشكري ربنا على النعم اللي عندك. والاحساس بالقرب من ربنا بيدي راحه كبيره مهما كانت الظروف. اوكي. سادس حاجه، اخرجي وغيري جو. حتى لو الخروجة بسيطة أو تمشية قصيرة تغير الجو، بيفرق جدا في النفسية. والقعدة في البيت على طول الوقت يعني ممكن تخليك تحسي بالملل أو الكسل، أو إن انت تحسي إن انت كئيبة طول اليوم. استمتعي بالشمس والهواء والمناظر الحلوة، خدي صور أو اعملي ذكريات لطيفة. ساعات أبسط الخروجات بتكون أحلى من أي حاجة تانية. يعني متقعديش في البيت حتى لو الخروج بسيطة خالص، المهم إن انت تكوني خرجتي من البيت واتفسحتي ورحتي المكان اللي انت عايزاه. وكمان يا جماعة يعني مش شرط تكون الخروجة مكلفة او بعيدة، المهم انك تكسري الروتين وتستمتعي بوقتك وتعملي ذكريات احلى. سابع حاجة وهي اعملي ذكريات حلوة. حاولي تحتفظي بلحظاتك الجميلة، صوري صور، اكتبي يومياتك او احتفظي بمواقف حلوة حصلت معاكي. بعد فترة تحبي ترجعي للحاجات دي وتفتكري الايام الجميلة. مش لازم كمان تكون عندك ذكريات كبيرة أو مكلفة. أحيانا الضحك مع صحابك أو اليوم لطيف مع عيلتك يعني بيكون من أجمل الذكريات. حاولي تعيشي اللحظة نفسها وتستمتعي بيها، لأن أجمل الذكريات هي اللي بنحس بيها بقلوبنا قبل الكاميرا. يعني ان انتي أول ما تخرجي تتصوري، وبعديها لما ترجعي من الخروجة تقعدي تبصي على الصور تحسي بالذكريات حلوة. يعني لازم ان انت تصوري، مش لازم يعني هي بس بتكون ذكرى عندك ان انت تفتكري ان انت خرجتي فين وعملتي ايه فتخرجي تاني، فاهمين؟ تامن حاجة وهي ساعدي اهلك. الاجازة فرصة انك تساعدي مامتك او اهلك في البيت، ده هيخليكي تحسي بالمسؤولية وهيفرحهم جدا، وكمان هتحسي انك بتعملي حاجة مفيدة بدل ما اليوم يضيع كله. حتى يعني لو انت يعني ساعدتي مامتك في حاجات بسيطة خالص برضو، يعني هتحسي ان انتي عملتي انجاز في اليوم كله. ومش لازم تعملي حاجات كبيره، حتى المساعده البسيطه بتفرق جدا وبتخلي الجو في البيت الطف واحلى. والمساعده كمان بتعلمنا الاعتماد على النفس وتنظيم الوقت، وهتحسي بسعاده كبيره لما تشوفي انك خففتي عن اهلك ولو حتى بشيء بسيط خالص. تاسع حاجه وهي خصصي وقت لنفسك. وسط كل حاجة بتحصل ما تنسيش نفسك انتي. اقعدي شوية لوحدك، فكري، اكتبي اهدافك او اعملي حاجة بتحبيها. الوقت اللي بنضيعه مع نفسنا مهم جدا، يعني مهم قوي قوي بجد. لما تهتمي بنفسك وتستمتعي بنفسك اكتر هتفهمي احتياجاتك واهدافك بشكل افضل، وده يخليكي مرتاحة نفسيا اكتر. وكمان يعني استغلي الوقت ده في التفكير في احلامك وخطتي للمستقبل. ساعات الجلسه الهاديه مع النفس بتفرق اكتر مما نتخيل. وحتى كمان ان انتي الاجازه دي معموله ان احنا نكتشف حاجات جديده، زي نكتشف موهبتنا. لو انتي مش عارفه ايه موهبتك فلازم تكتشفيها. ممكن تكون موهبتك الرسم او التصوير او المونتاج او حتى السباحه او الكاراتيه او الحاجات دي مهارات وكده. فلازم ان انتي تقعدي في الاجازه دي وتكتشفي مهاراتك وتبداي ان انتي تطوريها خطوه بخطوه. عاشر حاجه وهي استمتعي بالاجازه. اهم نصيحه من كل اللي فات خالص انك تستمتعي بالاجازه. ما تحسيش انك لازم كل يوم يبقى انجازات انجازات. الاجازه معموله جزء كبير منها للراحه والانبساط. اعملي اللي تقدري عليه، ولو يوم عدى من غير ما تعملي حاجه كبيره عادي جدا. المهم انك تكوني مبسوطه ومرتاحه ومستمتعه بوقتك. اعملي ذكريات جميله واستمتعي بالايام الحلوه قبل ما تعدي بسرعه، لان الاجازه مش هترجع تاني بنفس تفاصيلها. فحاولي تعيشيها وتفرحي بيها، وما تعديش يوم الا وانت عامله فيه حاجه مفيده وحلوه ليكي انت بس. وبس كده.
بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من النصايح، عجبتكم، وان شاء الله تحاولوا تطبقوا منها ولو حاجة بسيطة في الاجازة. وما تنسوش ان الاجازة مش بس للراحة، لكنها كمان فرصة اننا نطور من نفسنا ونصنع ذكريات جميلة ونستمتع بوقتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي بقى في التعليقات اكتر نصيحة عجبتكم، او انتوا ناويين تستغلوا الاجازة ازاي. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.